السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح نسوي وياكم كوكو ستار ب3 مكونات فقط، اطيب من الجاهز وكلش سهلة وسريعة. هسه نبدأ وياكم ونقول بسم الله. المكونات اللي عندنا هنا، عندنا جوز الهند خشن وحليب مكثف. طبعا هاي الحلة ما بيها مقادير، المقادير مالتها حسب رغبتكم. اول شي راح نضيف الجوز الهند وبعدين نفتح الحليب المكثف من الجهتين حتى تدخل بيها هواء وتنزل بكل سهولة. نضيف الحليب المكثف بالتدريج ونحرك الجوز الهند. نشوف إذا تحتاج نضيف بعد لحد ما نحس الجوز الهند تشبع بالحليب المكثف، وبعد ما تحتاج نعجنها بدينا. وإذا شفتوا العجينة صارت لينة حيل تقدرون تضيفون فوقها جوز الهند. هسه نحرك الجوز الهند ونشوف إذا تحتاج نضيف بعد. لما نشوف الجوز الهند تشبع بالحليب المكثف راح نعجنها بدينا، ونحاول نعجنها قوية حتى تتماسك الجوز الهند ويا الحليب المكثف. لما نطيله شكل ونشوفه أخذت الشكل يعني العجينة صارت جاهزة. هسه نجيب صينية ونخلي فوقها نايلون أو ورق الزبدة، بس يفضل تكون نايلون حتى بالمجمدة ما تصير رطبة. راح نشكلها، راح نسويها على شكل مكعب مستطيل. ميني كوكو ستار سويتاني، طبعا الحجم حسب رغبتكم. تكون هذا ثخنها وهذا حجمها. نسويها بهاي الطريقة مثل ما تلاحظون، ما شاء الله تتشكل بكل سهولة لأن العجينة مالتنا كلش حلوة صارت. راح نكمل كل الكمية بنفس الطريقة وبنفس الحجم، وندخلها بالمجمدة تقريبا 10 دقائق حتى تاخذ شكلها وقالبها. كلش سهلة تشكيلتها. هسه ندخلها بالمجمدة أو بالثلاجة تقريبا فد 10 دقائق كلش كافية، بس تتماسك جوز الهند وتاخذ قالبها. وبهذا الوقت راح نذوب الشوكولا. طبعا الشوكولا هم ما بيها مقادير حسب كمية الجوز الهند اللي سويتوها. أنا هنا سويت باكيتين من الشوكولا وضفت فوقها بعد وحدة لأن شفتها قليلة. راح نضيف فوقها ملعقة أكل من الزيت حتى تكون سائلة شوية. نخليها بحمام مائي أو بالميكروويف حسب الموجود. نغلي المي ونخلي الكاسة فوقها وعلى نار هادية لحد ما تذوب. إذا شفناها ثخينة نضيف بعد زيت. أنا شفتها شوية ثخينة، ضفت بعد ملعقة أكل من الزيت. لازم تكون سائلة حتى لما ننطي لها الشكل تاخذ الشكل حلوة وتصير تشكيلتها سهلة. هسه صارت جاهزة، ننزلها من النار. نطلع الكوكو ستار من المجمدة، اخذت قالبها وشكلها كلش حلوة صارت. راح نجيب كاسة ونضيف المي الحار بداخلها، وبعدين نخلي الكاسة الشوكولا فوقها حتى تبقى دافية ما تجمد لأن الكوكو ستار عندنا جامد. راح نجيب عود مال أسنان وندخلها بالكوكو ستار حتى نقدر نطيله الشكل بكل سهولة. نغمسها بالشوكولا أو بالملعقة بهاي الطريقة بكل سهولة تتشكل. راح نمسح الزايد بالكاسة وبالشطل ندفعها بهاي الطريقة حتى ما تتغير شكلها. إذا سويتوها بالشطل أو بغير شي راح تتغير شكلها وما تقدرون تاخذون الشكل الحلوة الصافي من فوق. فأحسن شي العود مال أسنان لأن نفتح فتحة صغيرة وما تبين لما تتغمس بالشوكولا. نكمل كل الكوكو ستار بنفس الطريقة ونخليها بالثلاجة أو بالمجمدة فدقيقتين بس تجمد الشوكولا. نزينها التزيين الأخير. هسه كملناها وخليناها بالثلاجة بردت ويانا مثل ما تلاحظون. راح نجيب الشوكولا الباقية نخليها بكيس صغير ونفتح فتحة حيل ناعم ونسوي خطوط فوقها حتى ننطيله الشكل النهائي للكوكو ستار. شكلها كلش حلوة طلعت وطعمها صدقوني أطيب من الجاهز. لما تجربوها راح تعرفون لأن كلش طيب وأطيب من الجاهز. راح ننتظر تقريبا في دقيقتين بس تجمد هذا الخطوط اللي سوينا فوقها، بعدها نقدمها.
وصفة كلش سهلة ومقاديرها هم كلش سهل، يعني ما تنراد مقادير هواي، مجرد 3 مكونات فقط. وهذا شكلها النهائي بعد ما قدمناها، شكلها كلش حلوة وطعمها كلش طيب، أوصيكم تجربوها. الجوز الهند اللي بداخلها متشبع بالحليب المكثف، والشوكولا اللي فوقها خفيفة وحلوة ومو قوية همينة. اللي أكلوها يمي ما صدقوا أني مسويتها، عبالهم جاهز، لأن نفس الطعم الجاهز وبعد أطيب، لأن المهم نظيفة وبالبيت مسويها. وهسه راح أفتح لكم وحدة قدامكم، مثل ما تلاحظون مو يابسة الشوكولا، بالعكس كلش خفيفة وحلوة، والجوز الهند همينة رطبة بداخلها، كلش حلوة. أوصيكم تجربوها. وهاي وصفتنا لليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم يا ربي، واللي تعجبها الفيديو تسوي لايك ومتابعة حتى تجيها كل ما هو جديد. وأقول لكم ألف عافية.